السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول كونكت بلس للصف الرابع الابتدائي، طبعا في مدارس اللغات والمدارس الخاصة. يلا بينا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الأول طبعا احنا عندنا المنهج أو محتويات المنهج بتاعنا عبارة عن 6 وحدات. هنبدأ إن شاء الله نتناول النهاردة الوحدة الأولى مع بعض، هناخد منها بإذن الله مع بعض مجموعة من الدروس. lesson 1 بيتكلم عن my body. تعالوا نشوف my body ده هنلاقي جواه ايه أو جسمي. بنجد جواه bone, heart, stomach, lungs, blood, respiratory system, digestive system, skeleton, muscle. تعال نقولها تاني: muscle, muscle, skeleton, skeleton, digestive system. في بعض الطلبة بيقولوا ان الكلمة كبيرة، طب نقسمها: digestive، قسمنا 3 مقاطع: digestive يبقى على بعضها digestive system. طب كلمة system دي معناها جهاز. طيب يبقى digestive system. عندي respiratory برضه 3 مقاطع: respiratory system. طب عندي blood, lungs، معانا كمان stomach. كلمة اك اللي هي اصلا بتيجي بمعنى الألم او المرض، حاجة بتألم، بس هي على بعضها هنا جاية في كلمة المعدة، فبنقسم stomach. اوكي. طيب تعالوا كمان نكمل بقية الكلمات المهمة اللي معانا. عندي كمان special liquid, nitrates, oxygen. طيب تعالوا كده نشوف. بيقول لي هنا ان about 5 liters of blood، 5 لترات من الدم in the human body، بيبقى حوالي 5 لترات من الدم في جسم الإنسان. طيب تعالوا بقى بيبدأ يتكلم هنا عن digestive system، الجهاز الهضمي. قال لي we use، بنستخدم our digestive system، الجهاز الهضمي when we eat and drink، لما بناكل وبنشرب. we chew، احنا بنمضغ and swallow، بنبلع food، الطعام. then it goes to our stomach، وبعدين بتروح فين؟ للمعدة. in the stomach، في المعدة بقى اللي بيحصل a special liquid، سائل مخصوص changes، بيغير the food، الطعام into energy، بيحولها لإيه؟ لطاقة. and nutrients، وعناصر غذائية that we need، احنا بنحتاجها in our bodies، في إيه؟ في أجسامنا. ده بالنسبة للجهاز الهضمي، ودي بنحفظ منها مجموعة من الجمل السهلة عشان لما يجيلنا باراجراف أو نكتب جمل عليها. طب تعالوا كمان نشوف respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي. قال لي ايه؟ we use our respiratory system، بنستخدم الجهاز التنفسي when we breathe، لما ايه؟ بنتنفس. we breathe into in air، بنتنفس in يعني بندخل الهواء للداخل through our nose، من خلال ايه؟ الانف بتاعتنا. and it goes to our lungs، وبتروح فين؟ للرئه بتاعتنا. in the lungs، في الرئه بيحصل ايه؟ the oxygen in the air، الاكسجين الموجود في الهواء is passed، بيمر to the blood، بيمر على ايه؟ على الدم. our heart، والقلب بتاعنا our heart pumps، القلب بتاعنا بيضخ this blood، هذا الدم around our body، حوالين الجسم بتاعنا. طيب ايه كمان موجود في جسمنا؟ قال لي البونز اند ماسكلز، العظام والعضلات. برضو في حته مهمه هنا بيقول لي ان اور سكيلتون از ميد اب، ان الهيكل العظمي بتاعنا معمول من ايه؟ قال لي of all the bones in our body، يبقى هيكلنا العظمي معمول منه ايه؟ جميع العظام الموجوده في جسمنا. This make us، ده اللي بيخلينا ايه؟ strong، كلمة مهمة، strong and protect our organs، بيعمل ايه؟ قال لي strong بيخلينا strong، أقوياء، وبيحمي أعضائنا. طيب muscles، العضلات بقى are attached to our bones، مالها؟ أعضائنا مالها؟ بتتصل بعظامنا. and they lift، وبتبدأ ترفعها and turn bones to make us، بتحول العظام عشان تخلينا to make us ايه؟ move، نتحرك.
الدرس الأول كان جميل وسهل خلصناه. تعالوا نشوف lesson 2 بيتكلم عن our senses، الحواس بتاعتنا. الحواس بتاعتنا قال لي عندي touch يلمس، smell يشم، hearing يسمع، ears الأذن اللي بسمع بيها، nose الأنف، skin الجلد، tongue اللسان، eyes العينين، sight البصر، taste يتذوق. طيب تعالوا كمان نكمل بقية الكلمات المهمة. قال لي deaf دي كلمة مهمة، deaf يعني ما بيسمعش، blind مش بيشوف، يبقى فرق بين deaf ما بيسمعش لكن blind ما بيشوفش. طيب عندي كمان sign language، sign language يعني لغة الإشارة، برايل اللي هي طريقة برايل للمكفوفين، dots النقاط، كود يعني شفرة أو الرمز. عندي كمان سافوري اللي هي بتبقى معناها ايه، حاجة مالحة، سافوري. عندي كمان combinations يعني مجموعات، بقسمها زي ما انا عاملاها كده تقسيمة عشان ايه تعرفوا تبقى سهل عليكم نطقها وبالتالي تبقى سهل عليكم حفظها، اسمها combinations. عندي كمان information معلومات ودي كلمة مهمة برضو. عندي fireworks ألعاب نارية. عندي world يعني العالم. طيب تعالوا كمان نكمل بقية الكلمات معانا المهمة. تصريف الأفعال مضارع والماضي، see الماضي منها saw. عندي كمان كلمة feel felt speak spoke، الكلمات دي اللي أنا إيه معلمة عليها دي اللي بتبقى مهمة ولازم نحفظها. what kind of يعني ما نوع. طيب تعالوا نقرأ مع بعض بقى. بيقول لي هنا read the text، اقرأ النص. How do we use our different senses؟ ازاي احنا بنستخدم حواسنا المختلفة؟ بيقول لي هنا we use our senses every day، نستخدم حواسنا كل يوم to help us understand عشان تساعدنا ان احنا نفهم the world around us العالم من حولنا. we use our eyes بنستخدم عيوننا to see لكي نرى، and our ears to hear وأذننا عشان نسمع. we smell with our nose احنا بنشم بأنفنا، taste بنتذوق with our tongue بلساننا، and we can feel with our skin نقدر نشعر من خلال الجلد. think about where you are now، حاول تفكر كده انت فين الوقت. what can you see تقدر تشوف ايه، what can you hear تقدر تسمع ايه. our senses حواسنا are working بتعمل all the time كل الوقت، and they take in a lot of information بتستقبل كثير من المعلومات. look at the photo ابدأ بص للصورة. what can the child smell الولد ده بيشم ايه. what do you think he can feel انت بتفتكر هو بيشعر بايه. what kind of food do you enjoy ايه الطعام اللي انت بتشعر بيه او تستمتع بيه. some foods are sweet بعض الطعام بيكون يعني حلو او مسكر، and some are savory وبعضها بيكون مالح. we taste lots of different kinds of food every day احنا بنقدر نتذوق الكثير من الانواع المختلفة من الطعام كل يوم. some people can't see or hear بعض الناس بنلاقيها بتقدرش تشوف ولا تسمع، so ولذلك they have different ways to communicate عندهم طرق مختلفة عشان يتواصلوا. people who are deaf الناس اللي هي بتبقى deaf ما بتسمعش or have difficulty عندها صعوبة hearing في السمع can learn sign language تقدر تتعلم لغة الإشارة. it is a complete language هي لغة كاملة like English, Arabic or Spanish زي ايه الإنجليزي والعربي والأسباني. and there are different versions of it في ايه إصدارات مختلفة منها. طيب ايه كمان around the world حول العالم إصدارات مختلفة حول العالم. قال لي إن كمان sign language in Egypt is different from sign language in the USA إن لغة الإشارة في مصر مختلفة عن لغة الإشارة في USA اللي هي اختصار كلمة United States اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. طيب برايل is a code لغة البرايل دي هي لغة شفرة
which people who are blind اللي الناس اللي تكون كفيفة or have difficulty أو عندها صعوبة seeing في الرؤية can use to read بيقدروا يستخدموها عشان يقروا. it has different combinations ليها إيه؟ عبارة عن مجموعات مختلفة of dots من النقاط. they can be a letter ممكن تكون حرف number رقم punctuation mark علامة ترقيم اللي هي question mark full stop كده اللي هي النقطة أو علامة استفهام or word أو كلمة. the person reading can touch the dots الشخص وهو بيقرأ بيلمس النقاط دي to find out عشان يكتشف what they mean معناها ايه. برايل was invented لغة البرايل دي اخترعت by لويس برايل متسمية على اسم اللي اخترعها اللي هو لويس برايل. طيب بعد كده بدأ يكلمنا في الدرس ده على capital letters. امتى بقدر اكتب الحروف الكبيرة في الانجليش اللي بستخدمها beginning of the sentence في بداية الجملة. كمان بستخدمها names of language اسامي اللغات English Arabic Spanish. عندي كمان countries في البلاد and cities الدول والمدن زي Egypt و USA وكايرو ولوكسور كل دي مكتوبة أول حرف منها كابيتال ما عدا الاختصار USA كلها حروف كابيتال عشان اختصار. عندي كمان في أسامي البيرسونز الأشخاص زي لويس برايل ال كابيتال والبي كابيتال. عندي كمان الضمير I بيتكتب كابيتال في جميع في النص في الأول وفي الآخر I كابيتال بمعنى أنا كابيتال في كل أحوالها. طيب ده بمعنى أنا بس. days of the week أسامي الأسبوع Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday وفرايداي كل دي أيام الأسبوع سبت حد واثنين وثلاث وأربع وخميس وجمعة. طيب عندي كمان months of the year شهور السنة اللي هي إيه عندي كمان زي August February January يناير وفبراير فبراير مارش مارس وهكذا. طيب بنكون كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا خلصنا مع بعض lessons 1 and 2 من unit 1. دمتم في أمان الله.